ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معلش على الغيبة الطويلة دي، كان في ظروف كده كنت تعبان شوية. بس طبعا في حدث مهم، حدث كبير، حدث الناس كلها كانت مستنياه. بس التوقعات ما كانتش نفس التوقعات اللي الناس كانت مستنياها، اللي هو كأس العالم. كأس العالم الافتتاح اللي في المكسيك ده ما دخلش ذمتي بتلاتة قرش. ايه الافتتاح ده؟ ده لو افتتاح محل في القاهرة، في اسكندرية، في أي حتة هيبقى أحسن من كده 100 مرة. انتوا يا جماعة شفتوا ايه ده ايه ده ايه ده؟ ولا إيه؟ فين الابداع؟ المكسيك معروفة يعني ان هي مبدعة، والناس بتاعتها بتقعد ترقص وبلا بلا بلا. ايه رحتوا فين؟ ليه كده؟ فدي اول نقطة سلبية في كأس العالم. ده كده احنا واخدينها ايه، من الاول، من ستيب الاولى لغاية ستيب الاخيرة، لغاية اخر ماتش انا شفته يعني وقت الفيديو ده هينزل. ف... فيا جماعة يعني البداية كده افتتاح كأس العالم، ولا ليه طلة ولا ليه؟ لو انت عايز تتفرج تستمتع المفروض، ولا استمتاع ولا اي حاجه. ايه ده؟ ايه ده يعني؟ اقسم بالله اقسم بالله احنا لو كنا جبنا تنوره وجبنا شويه حاجات من القاهره ورحنا بيهم المكسيك، هنعمل افتتاح احسن من ده مليون مره. ما فيش اي حاجه حلوه في الافتتاح غير هي طبعا شاكيرا، طبعا وطلت شاكيرا في كل كاس العالم، حتى اغانيها ما كانتش حلوه. حتى وهي طالعه في الاحتفال تحس انها طالعه مش عايزه تحتفل. فيا جماعة ايه ده؟ انتوا لو يعني نرجع كده 4 سنين لورا تشوفوا قطر. ده قطر عملت اللي ما يتعملش، ده قطر اللي انتقدوها وقالوا لها جوها حر وجوها. عملت لكم تكييفات يا معلم عشان تتكيف. عملت لكم افتتاح عظمة العظمة. جابت فنانين في العالم كله. الأغاني كلها، أغاني كل يعني أكتر من إيه ده؟ لكن إيه يا مكسيك ده؟ يا مكسيك إيه اللي أنت عملتيه ده؟ ده مش افتتاح كأس عالم يا جماعة والله. يعني كاس عالم بلا روح. يعني احنا لسه هنجيلكوا لكم على ماتش المكسيك وجنوب افريقيا، البافانا بافانا اللي ما عملش اي حاجه. بس الاول نبدا بالافتتاح. الافتتاح دوت ما ايه عدم الاهتمام ده؟ ده كاس عالم يا جماعه، ده كاس عالم يعني. انتوا لو شفتوا منظر الصور ومنظر العرايس اللي ضربتنا ده، احنا مش في مولد حضرتك يعني، ده مش مولد. فهموني يا جماعه. فدي اول فكره يعني بالنسبه لافتتاح كاس العالم. دي حاجه انا شايفها ما تشرفش. انا شايف اسمه افتتاح كأس العالم في قطر، وافتتاح كأس العالم في روسيا كانوا أحسن بكتير. ده حتى في البرازيل كان أحسن. يعني شفتوا يعني التلاتة كأس عالم هو عدوا، الافتتاح بتاعها كان أقوى وأحسن وأمتع. يعني ما شفتش عدم الاهتمام بالمظهر بتاع حدث عالمي بيحصل كل 4 سنين. فالمظهر العام ما كانش زبالة. ما دخلش ذمتي بربع جنيه بقرش، اللي هي الخمسة دي فاهمة اهي. ما دخلش ذمتي فيها خالص. يعني انتوا قارنوا ده بده. ده يعني ده قدام قطر، ده مش صفر على الشمال، ده -3 على الشمال. برضو أحداث غريبة بتحصل. منتخبات بيقولوا إنها لدرجة طلع لها تعابين، ومنتخبات حصل ضرب نار عند المعسكر بتاعها. أمال فين إحنا هنعمل إيه يا معلم؟ إيه ده؟ مصر قفلوا عليها التدريب عشان خاطر في عاصفة. ويعني إيه يعني إيه كل شوية في عاصفة هنوقف الماتش 5 دقايق؟ السعودية يعني طلع الماتش ب7 ساعات. 7 ساعات بتلعب ماتش ليه يعني؟ ليه؟ ماتش ودي تعملوا 7 ساعات؟ فين يا جماعة؟ فين احتياطاتكم؟ وفين تجهيزاتكم؟ وفين كل حاجة دي؟ حتى كندا، حتى احتفال كندا ايه ده؟ ولا يعني احتفال برضو مش الاحتفال اللي هو فاضل احتفال امريكا بقى الاساس. فده اللي احنا مستنيينه. يعني يا رب يا رب حاجة جديدة تحصل، يا رب. طبعا هو الكلام مش سياسي، بس انتوا اللي بتدخلوا الكرة في السياسة. بس هو ليه يا جماعة؟ ليه يعني؟ انتقدتوا قطر على احتفال كأس العالم بتاعها انتقاد. بلدكم حر، عايزين تكييفات في كل حتة. عملوا لكم تكييفات في الأرض وتكييفات في الملاعب، وعملوا خلوا الناس كلها تبقى مبسوطة. تنظيم دخول، تنظيم خروج، ما كانش حد زعلان. وطلع في أحسن صورة وأحسن احتفال كبداية كأس عالم في قطر. صرفت وتعبت وطلعت مجهود خرافي.
روسيا انتوا ساقعة، عايزين دفايات، عايزين دفوا لنا اللعيبة، حطوا لكم دفايات في المترو. يعني المترو ذات نفسه حط فيه دفايات، فعشان الناس تعرف تروح كأس العالم وهي تمام، ولا ساقعة ولا حر، في دفايات وفي تكييفات نيجي بقى عند كأس العالم بتاع المكسيك وكندا وأمريكا. إيه يا جماعة ده؟ احتفال المكسيك صفر، احتفال كندا صفر. تمام. حرام يعني، ده كأس عالم. يعني ايه، يعني ايه منتخب مصر يقول لا ما ينفعش تتمرن دلوقتي؟ ده حسام حسن مش هينفخه، ده هيمسك كده الامن بتاع امريكا. ايه يا جدعان، انا لما لو عايز اطبق خططي يعني ايه توقفوه 7 8 ساعات عشان خاطر في عاصفه معديه؟ اه دي حاجات عند ربنا، حاجات قدريه وكل حاجه. تمام، بس يعني حلو، مشكله يعني غطوا الملاعب، يعني خلوها سقفها مقفول، حسسونا ان في حاجه يعني، بس ولا يندهاش. منتخب السعوديه ومنتخب مصر، آه مش تقريبا منتخب مين اللي اتدرب عنه، مش فاكر اسمه، مش اسم المنتخب، بس في منتخب طلع احتج بسبب ان وجود تعبين، وفي منتخب تاني طلع احتج بسبب ان اتضرب نار عند عقبال المعسكر بتاعه. فين يا جماعه، فين التأمينات، فين الامن والامان، وفين او دولة عالم تالت وعالم تاني وعالم اول، وقسموا العالم اول وعالم تاني وعالم تالت هو مثلا يعني ولا حاجة يعني، وقعدتوا تقولوا على العرب أغبياء، طلعوا كأس عالم أحسن منكم 100 مرة. ده والله لو في مصر نعمل كأس عالم أحسن من كده. ده مصر في 2019 في أفريقيا يعني هو كان في نيجيريا، اتلغى في نيجيريا بسبب تقريبا حرب أهلية. رجع لإيه؟ رجع لمصر. مصر في أسبوعين عملت احتفال أفريقيا بافتتاحية لا يعلى عليها، أحسن من احتفالية كندا والمكسيك عامة يعني. مستنيين احتفال ايه امريكا؟ يا رب يبقى كويس، عشان ما الواحد كده خلاص هيبدأ يلطق. طبعا عندنا بقى ماتشات كاس العالم. كبداية المكسيك طبعا صاحبة الارض، ومنتخب بافانا منتخب الجنوب افريقي. كبداية ماتش، حتى بداية الماتش اللي هو اول ماتش كاس العالم ما كانش بالمستوى المطلوب، بس المكسيك خدت اللي هي عايزاه. خدت ايه بقى؟ كسبت 2-0. الحكم كان عمل اللي هو طرد 2 من جنوب افريقيا، طرد واحد من المكسيك، وقلنا الماتش هيبقى ضرب نار وبتاع، بس الماتش عادي يعني، هو الماتش كان عادي جدا. وخدت اللي هي عايزاه، خدت 3 نقط. وطبعا انتوا عارفين عشان منتخبات كتير وفي احسن توالت وكده، فكده يعتبر المكسيك ضمنت تصعد يعني احتمال كبير، نسبة 90%، 95%. فجود لك يا مكسيك، خدت اللي انت عايزاه بمستوى كويس يعني، ولا حلو ولا هو وحش. مستوى ماتش المستوى متوسط يعني، ما عملش ماتش الايه يعني، بس يلا. بس عندنا ماتش تاني طبعا كان منتخب كوريا ومنتخب تشيك. الماتش ده كان بحكام مصريين، امين عمر. انا اول مره اشوف الحكام المصريين بيحكموا مباراه ويطلع بعديها كميه اشاده للحكام المصريين ما شفتهاش. ف لا، الحكام المصريين يعني اتلغى اتلغى جول، رد في كوريا، الجول اوف سايد 100%، وجول على شعره. يعني شابوه للحكم والله، شابوه، شابوه لابو رجاء. شابوه يعني. دول كده اول ماتشين في كاس العالم. طبعا مستوى الماتشين مش كده، بس نتمنى الاحسن، لسه التقيل جاي، لسه منتخب مصر هيلعب، لسه البرتغال، لسه انجلترا، لسه الارجنتين، لسه الفرق التقيلة ما لعبتش. بس ناقص بس نقول ان احنا عايزين نتفرج على كاس العالم احسن من كده يعني. احنا في اول يومين في كاس العالم ومشاكل فين يا باشا، فين اللي قلت هتعملوه؟ فين الضجه؟ وبعدين انت طالع تقول لنا انا مش هدفع 1000 جنيه في تذكره كاس العالم. انت بتقلل من كاس العالم يا باشا ليه كده؟ طبعا احنا عايزين نتفرج على كوره، نلعب كوره. ليه دخل نفسك في كده وتتكلم تقلل من شأن كاس العالم بتاعك؟ انا كنت اتوقع اصلا ان كاس العالم ده يطلع احسن من كده مليون مره، بس الاكسبكتيشنز بتاعت الناس
لا لا، مش كاس عالم خالص يا معلم. انتوا ما تنظموش كاس عالم، انتوا اخركم دوره رمضانيه. هو يعني عايز اتكلم في نقطه برضه يعني. الدول دي ال- ال- الرياضه الشعبيه الاولى بتاعتهم اللي هي ايه؟ الامريكان بول، اللي هو كرة القدم الأمريكية. ينظموا كأس العالم ليه؟ ما هم مش مهتمين بالكورة أصلا. يعني دي نقطة برضه أنا جت في دماغي أشاركها معاكم وتردوا عليا، يمكن أنا أكون غلطان مثلا. فلا، أنا كان نفسي والله يعني نبقى أحسن من كده 100 مرة، بس كأس العالم بصراحة أنا يعني أتوقع إنه يبقى في مشاكل كتير الفترة الجاية. أتوقع إن في منتخبات ممكن تنسحب. يعني معلش برضه، يعني أنت منتخب إيران الكابتن بتاعه قعده في المطار فوق 6 ساعات ليه؟ تحقيق في ايه؟ ده لعيب كورة يا معلم، ده لعيب كورة يا باشا. ليه تعمل كده؟ ده هو انت كده بتخلي الدنيا مضغوطة على اللعيبة، بتخلي اللعيبة مش بتفكر كده على الكورة وتمتع الجماهير، عشان دي لعبة ترفيهية ملهاش دعوة بأي هلا الكلام. أتمنى بس إن الدنيا تتعدل كده وإيه ويبدأ العجلة تدور والدنيا ما تفضلش شد وكله بيشتكي وكله عايز، لا بيشتكي من كذا ومن كذا ومن كذا. لا، لازم تحلوا المشاكل دي. اصل مش معقول يعني ماتش، يعني معلش يعني ماتش هيتلعب الساعة 5، الساعة 5 الفجر يا ماما، اللي هي الناس عاملة كده. كفاية المواعيد بتاعتكم يعني دي، الساعة الناس كلها بتبقى عاملة كده بس. انت فاهم؟ ويقول لك في عاصفة وقف الماتش ساعتين تلاتة وكملوا الساعة 9. الناس بقى هتتفرج ولا هتروح شغلها ولا هتنام ولا هتعمل ايه؟ لو انت فاهم، لا يا معلم انا هاخد اجازة بقى من الشغل شهر كده، نقعد نتفرج كأس العالم برواقة عشان نعرف ايه، نعرف نتأقلم. لكن كده لا يعني، ولا الناس هتشتغل ولا الناس هتتفرج على كاس العالم. هي كده ازاي يعني؟ ما هي كاس العالم بصراحه مواعيد صعبه صعبه جدا. يعني ماتش الساعه 10 قلنا ماشي كويس، كان بعدين ماتش الساعه مش عارف 4، ماتش الساعه 6، ماتش الساعه 3، ماتش الساعه 5. صعب قوي صعب قوي، صعب جدا. يعني اتمنى اتمنى الاحوال تنصلح، كاس العالم يبقى على احسن مستوى زي كاس العالم اللي بنشوفها، الدنيا تبقى احسن. اتمنى ان منتخب مصر يعمل اداء كويس في 15 مع بلجيكا. ان شاء الله ان شاء الله. يعني في توقعات كده، جابوا كلب يتوقع مين اللي هيحصل من مجموعة مصر، طلع مصر الاول. طبعا الكلب ده يشارك حاجة، يشارك حاجة، بس اتمنى ان مصر تطلع الاول. كابتن حسام حسن هيطلعنا الاول ان شاء الله. توقع اي كده ان شاء الله، ان شاء الله مصر هتصعد ان شاء الله. تصعد بقى تاني، تصعد تالت، تصعد اول، يعني ان شاء الله تصعد. اتمنى ان مصر تصعد توصل لادوار، يعني اتوقعات ان ادوار مصر توصل لادوار بعيده يعني ان شاء الله ان شاء الله. ايه تاني نتكلم عن ايه تاني؟ يعني ده كاس العالم باختصار. مفيش مفيش اي كرياتيفيتي في كاس العالم ده خالص يعني. كاس العالم بصراحه ممل 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 يعني. يعني انا فرحان بس بالحكام المصريين اللي عملوا ماتش كويس والناس شدت بيهم. فرحان كمان بايه؟ بمنتخب مصر وان هو يعني في تفاؤل في الموضوع. وفرحان كمان في الناس اللي انتقدت قطر. قطر انتقدوها بسبب حاجات مش موجودة. هو بقى يعني أنا دلوقتي بقارن ده في قطر، وروني بقى هتعملوا إيه. يعني قطر علت الإكسبكتيشن بتاعت الناس بسبب احتفالية الافتتاح، وكأس العالم نفسه كان روعة. أنتوا جيتوا نزلتوا الأرض، نزلتوا الأرض. أنا حاسس إن أنا مش بلعب كأس العالم، بس بلعب دورة رمضانية، والله العظيم. فيا رب يا رب يا رب الدنيا تبقى أحسن. طبعا بقى ان شاء الله ان شاء الله هنرجع تاني كل اسبوع هننزل فيديو، او كل يومين في الاسبوع، هيبقى تلاتة وجمعة ان شاء الله او تلاتة وسبت. فاتمنى اني ما اكونش غيرت عنكم كتير، واتمنى انكم تعملوا سبسكرايب لايك وشير وكومنت، وتقولوا لنا ايه رايكم في افتتاحية كاس العالم بتاعت كندا وبتاعت المكسيك، وتتوقعوا لنا مصر هتصعد من مجموعات مركز الكام، وتتوقعوا لنا كمان مين اللي هيكسب كاس العالم. وشاركونا رايكم يا جماعة.
تصبحوا على خير. سلام.